لو جيت في مرة غيرت زيت لعربيتك وفجأة بعد ما مشيت بالعربية شوية لقيت الزيت نفسه لونه اتغير جامد للون الأسود، اعرف إن في مشكلة عندك في استهلاك الوقود ولازم تلاقي لها حل في أسرع وقت. طب إزاي بيحصل دوت؟ بيكون في مشكلة في استهلاك الوقود أو الرشاشات بتاعت العربية بترمي بنزين زيادة على البستم بتاع العربية، وطبعا في نسبة من الزيت بتختلط بنظام الحريق فبيحصل رماد أسود، والرماد ده بينتقل للزيت بتاع العربية فبتلاقي الزيت لونه أسود زي ما أنت هتشوفه دلوقتي. مقاس الزيت لما تيجي ترفعه وتلاقي الزيت لون اسود غامق بالطريقه دي وتشمه وتشم ريحه الزيت ليه بنزين، في ريحه بنزين في العربيه، فده معناه ان في استهلاك عالي جدا في الوقود، وده بدوره بيفصل الزيت. خليك بقى فاكر الشكل ده، لو قابلته في عربيتك عالج موضوع استهلاك الوقود في عربيتك في اسرع وقت، لان البنزين بينزل على الزيت بطريقه بسيطه، ولكن ده بدوره بيفصل الزيت وبيخلي فيه لود على الموتور وبيأثر عمر الموتور. خليك فاكر انا نصحتك انت بقى. للأسف حساس الشكمان هو اللي كان متسبب في عملية استهلاك الوقود الزائد اللي موجود في العربية.